البنت دي بتلف شوارع امريكا وبتسال الناس بيعملوا كام في السنه، واجابات المبرمجين بتبقى معظم الوقت فوق متوسط الاجابات العاديه. My base alarm is like about 200, 400 or 500. 191K, 205,000. وده بسبب ان البرمجه مجال مطلوب جدا لحد دلوقتي حتى في امريكا، وده لان مع مرور الوقت وتطور الاجهزه اللي بنستعملها ده بيدي فرص جديده للمبرمجين انهم يحلوا مشاكل بتواجهنا كل يوم. يعني مثلا في موقع اتعمل قريب اسمه Rent My Chicken، وده بيخليك تأجر فرخه لاي مده انت عايزها. هتسالني ليه ممكن أأجر فرخه؟ ممكن مثلا عشان تبيض لك بيضتين او حتى تاكل لك النجيله اللي موجوده في بيتك. فكرة عبيطة قوي صح؟ تخيل بقى ان الموقع ده دخل عليه 20,000 زائر الشهر اللي فات بس، ومتوسط المعاملات اللي عليه بتتقدر تقريبا ب 25 مليون دولار في السنة. يعني الناس فعلا بتستخدمه. وفي ويب سايت تاني اسمه Join My Wedding، وده بيخليك تعزم ناس ما تعرفهاش على الفرح بتاعك ويساهموا بجزء من ثمن الفرح كمان. يعني مثلا لو حد عايز يحضر فرح في الهند يقدر يسجل من خلال الموقع ده. طبعا في مشاكل كتيرة قوي حوالينا دلوقتي ممكن تتحل بالتكنولوجيا، وده اللي البرمجة بتأهلك انك تعمله. لو في حاجة حواليك شايف انك ممكن تحلها، فلو اتعلمت برمجه دلوقتي ممكن تكون سبب في انها تتحل. قولوا لي عندكم حلول مبتكره للمشاكل اللي حوالينا؟